جايب جمهور ساكت ليه يعني؟ انتوا بتعملوا ضغط عليا. جمهور سلبي. ازيكم عاملين ايه؟ النهارده حلقه جديده من برنامجنا وبرنامجكم الكرة في القهوه. النهارده جايين بالشكل المعتاد، عندنا مسابقه قويه جدا جدا جدا، وكالعاده انا جاي اخسر مش جاي اكسب، ولازم نفرش الفرشه دي. النهارده معانا كابتن بودي، منورنا. عامل ايه يا كابتن بودي؟ الحمد لله تمام. جاهز؟ جاهز جدا. عارف نظام المسابقه؟ عارف، ولينا حق عندكم هنا. يعني كابتن بودي جاي يفقر لكابتن وليد، ويعني اظن ان هو للاسف هيخسر. يعمل لي تنويم مغناطيسي. أيوة. ماشي. طيب كابتن مهند، كابتن ياسر، نور يا حبيب قلبي. الحمد لله. شوف بقى قريبه هيعمل فيك ايه. يلا يا باشا. يلا يلا انا ايدك اديت واجبي معانا، ومشيت. ايدك معانا. قابل انت بقى. اتفضل. ماشي. اول فقره عندنا انا هشرح كل فقره لما نيجي نلعبها عشان بس الموضوع ما يخش في بعضه. اول فقره هنلعبها عندنا هي التشكيلات. هقول لكم ماتش وانتوا تقولوا لي التشكيله بتاعته. في بس حاجه زياده حصلت، ان احنا عملنا ميكس ما بين التشكيلات وما بين الترانسفيرز. يعني انا هنلعب التشكيلات عادي، ان انا اقول لك ماتش وانت تقول لي التشكيله بتاعته، والثانيه هحط لك التشكيله قدامك وانت تقول لي اللعيب ده كان بيلعب فين قبل ما يجي الفرقه دي. ماشي تمام. تمام، ميكس ما بين الاثنين. هم ثلاثه راوند. تمام ماشي. اول تشكيله عندنا المره دي هي تشكيله اسبانيا قدام البرتغال في فاينل اليويفا نيشنز اللي فاتت 2025. ماشي. وكالعاده الضيف هو اللي بيبدا. والله ولا أنا. طيب هنبدا. اوناي سيمون. اجابه صحيحه. احنا بدانا باسبانيا ولا الاثنين عادي؟ لا هي اسبانيا بس. اوكي. انا هلعب السهل خالص. يامال. اجابه صحيحه. لامين يامال. ماشي. كان عندنا داني اولمو. اجابه خاطئه كابتن بودي. اول سترايك. نيكو ويليامز. اجابه صحيحه. نيكو ويليامز. لينورماند. صح. لا لسه بدري. موراتا. اول سترايك عند كابتن ياسر. حلو. يبقى اتمنى يبقى مفيش غير. فيران توريس. ما فيش غير. اجابه خاطئه. اجابه تاني حلو. سترايك هي عندي دلوقتي، عند بودي. طب احنا عايزين نطخ اي حد في نص الملعب، فانا مثلا هقول بيدري. اجابه صحيحه. اكيد كوبارسي. طيب ثالث سترايك عند كابتن من عند بودي. ربنا والله. ثالث سترايك. طيب التشكيله سريعا. مم. اوناي سيمون كان حارس مظبوط. كوكوريا باك شمال. هويسن مدافع بتاع ريال والله مدريد. جه بالي بس قلت ما الحقش يعني. لورماند فعلا زي ما بودي قال. باك يمين اوسكار مينجيزا. نص الملعب فابيان رويز وزوباميندي وبيدرو. كنت اقول زوباميندي. والمهاجم اللي محدش عارفه اللي هو جاب الجون اصلا جيرارد أويرزابال. مورينو؟ لا اويرزابال. اورايزا. ونيكو ويليامز ولامين يامال. ماشي. تمام. كده اول نقطه في الراوند دي تروح لكابتن ياسر. واتمنى ما تبقاش اخر نقطه. لا حلال عليك. ماشي. التشكيله اللي بعد كده تشكيله منتخب ايطاليا قدام اسبانيا في فاينل يورو 2012. ماشي. يلا كابتن ياسر هو اللي هيبدا. بوفون. الاجابه صحيحه. هرب. اقل ريت في الماتش. هرب. بالوتيلي. اجابه صحيحه. كاسانو. اجابه صحيحه. 2012. اندريا بيرلو. صح. كليني. صح. بونوتشي. صح. انت عايز نجاوب؟ ماركيزيو. صح. بارزالي. صح. خفت هتخها الصراحه. هو فاضل لنا كده ايه بقى؟ فاضل 3 لعيبه، مش هقول مراكز. فاضل طيب. 3 لعيبه وفاضل لك 3 ثواني. دي لورينزو. ولا كاني سمعت حاجه. ايه ده؟ طيب. ماشي. انت اصلا صوت الجرس باين يعني. تمام. ها كده سترايك عند ياسر. مونتليفو. ولا كاني سمعت حاجه. طب اللي احنا قلناه ده كان صح ولا غلط؟ ما اعتقدش يعني. انا بطخ، انا بجرب. طيب دي لورينزو تاني.
اجابه لا خاطئه. ما كانش لسه دي لورينزو بس يعني. إجابة خاطئة. ده أنا ممكن. طب انا عندي حد كده 2 سترايك عند ياسر وسترايك واحده عند بودي. كده سترايكين 2-2. اخر طخه. بالظبط. صابت يا اتنين. كاندريفا. اجابه خاطئه. شكرا. ويفوز كان في بالراوند بقى- مونتليفو صح على مونتليفو فكره، صح؟ بس انت قلتها بعد التايم. انا كنت فكرت على فكره مونتليفو كنت هعيدها بس يعني حسيت ان هو لا مونتليفو كان صح. لا دي مونتليفو روسي، فاضل كان فاضل مونتليفو وفاضل دي روسي وفاضل اباتي باك يمين. والله ابقى تيجي في بالي. والله لا، ابقى ما تيجي في جاش في بالي بالي خالص. يعني. لا بس دي روسي ولا ما جاش في بالي خالص دي انا كنت متوقع ان اسبانيا اللي كانت تبقى احسن من التشكيله دي يعني، بس تمام. ماشي كده 1-1. واخر صوره هي هتفاينلايز هتشوف الراوند مين. ماشي. الصوره واضحه قدامكم. ايوه دي الراوند الثالثه واللي هتفصل مين اللي هياخد الراوند الاولى عامه في الصوره باينه البرنامج. بس مش واضحه. لا بس هو دي الرؤية مشكله عذاب. عندك. المشكله عندك. يلا كابتن بودي هو اللي هيبتدي او اللعيب. طيب انت هتقول لي اللعيب وهتقول لي جه منين. امم دي تشكيله تشيلسي ماتش الفاينل بتاع بايرن بتاع 2012. ماشي. طيب نبدا. دي دروجبا. ماشي. مارسيل. اجابه صحيحه. اجابه صحيحه. ماشي. ما هو ده الترانسفير الاولاني، وخلي بالك تايمك شغال انا ماليش دعوه. لامبارد ويست هام. اجابه صحيحه. طيب عندنا دافيد لويز فلامينجو. اجابه خاطئه. اول سترايك عند بودي. لا صح. خوان ماتا فالنسيا. اجابه صحيحه. ده اوبي ميكيل انتر. تاني سترايك عند بودي. بوسينج وبورتو. اجابه صحيحه. دافيد لويز بنفيكا. اجابه صحيحه. اللي على الشمال تحت ده بيرتراند. لا مش هجاوب. يعني ايه اقول ما اقول انت إيه؟ اللي المفروض تقول اسم اللعيب وتقول لي جه منين. لا انا مش هقول لك هو صح ولا غلط. اسمه بيرتراند. ايه ده؟ ماشي. انا بتكلم معاه. قوم بقى اتخانق معاه. طب انا بتكلم معاه. ما انا كان بيعمل كده في الحلقه بتاعتي. بيرتراند. اتفضل. ساوثهامبتون. اجابه خاطئه. خلصت وحشه موت شكراً. صعبه. انت شكراً. افتريت قوي. هو دي 2012. مفتريه هو قوي مش يا دي جماعه. دروبا كان مشي ورجع. لا لا لسه لا لا ماشي. ما كانش لسه ماشي. كان لسه موجود. طيب اللي كان فاضل كان اوبي ميكيل جاي من يا جدعان اسمه ايه بيرتراند ولا اسمه ايه؟ ايوه بيرتراند صح. بيرتراند فعلا. ساوثهامبتون. لا ده ناشئين تشيلسي ما كانش لسه مشي. اوه وده راح بعد كده. اوبي ميكيل كان جاي من نادي في النرويج اسمه لين. مستحيل. تشيك كان جاي من ليل برضه. تشيك كنت اقول ليل. دينامو زاجرب لا يعني. دينامو رين. فرنسي. رين رين رين. رين ماشي. كاهل كان جاي من بولتون. ديفيد لويس بنفيكا صح. لامبارد ويست هام صح. بيرتراند ناشئين تشيلسي. اشلي كول ارسنال دي كانت سهله مش عارف ليه ما حدش لعبها خالص. تصدق ما جاتش في بالي خالص. وسالمون كالو فاينورد والباقي خلاص انتوا كنتوا قلتوه صح. لا هي صعب بصراحه. اول فقره تروح لكابتن ياسر وتنتهي. ماشي. بس لسه بدري. لا، لسه بدري قوي. لسه بدري قوي لسه يعني. بدري قوي. ماشي هنخش على الفقره اللي بعد كده وهي فقره من 1 ل 10. عندنا من 1 ل 10 ارقام. الارقام دي انتوا هتختاروها. كل واحد هيختار الرقم اللي هو هيقوله. بس هي الفكره ان المره دي مختلفه شويه ان هي محدده في حاجه واحده بس. ايه هدافين الدوري الانجليزي. ايه ده؟ تمام. انت هتختار رقم هقول لك السنه. انا اقول مين في السنه دي. بالظبط. يعني انت هتختار مثلا رقم 1. ماشي. هقول لك مثلا هداف السنه اللي فاتت. حلو. هتقول لي هو كان مين. تمام. اوكي. كل واحد هيبقى ليه عنده 30 ثانيه اول ما اقول السنه. تمام. تمام بس ايه المفاجاه دي؟ آه. يا عباية. انا جاي على انتقالات. ايه ده انا جاي برضو انتقالات عادي الفقره بتاعتنا. يلا يلا يا باشا ابدا يا كابتن بودي. هات رقم 5. رقم 5. اللي بيبدا ب5 على فكره بيكسب. ماشي. سنه 2005. حلو. لا انت قلت معلش انت قلت رقم 5. كام؟ ماشي. سنه 2005 مين كان الهداف للدوري الانجليزي؟ تعمل كده ليه؟ جبتها. معاك 15 ثانيه. ماشي. ممكن نروح مع هنري. صح. اجابه صحيحه. حلوه. اجابه لعيب. صحيحه من كابتن بودي. حلوه قوي. حاجات حلوه فعلا. ها حلوه فعلا. اتفضل.
يلا يا كابتن ياسر اختار لنا رقم. 7. رقم 7 سنة 2011 مين كان هداف الدوري الإنجليزي؟ 11 معاك 15 ثانية. اوف مش عارف اسمين. طب انا هطخ واحد منهم. 10 ثواني. فان نيستلروي. لا إجابة خاطئة من كابتن ياسر. كان ايه دروجبا؟ فان بيرسي. ياي دي السنة بتاعت ده 11 اليونايتد. 12 ده كان أيوة. 11 12 سنة اليونايتد صح ولا؟ خد سنتين ورا بعض. ماشي. أوف. انا قلت 7. رقم 2. رقم 2 هداف الدوري الإنجليزي سنة 2006. 2006. 2006 انت ماشي بالترتيب. 2005 و2006. حاسس ان 2006 كان فان ستروي. هنري برضه انا أظن. فكرت هنري برضه. إجابة خاطئة منكم انتوا الاتنين. مش هنري. ديديه دروجبا. اوف ديديه دروجبا. هو هنري. ماشي مش هحرق اسمه. انا فكرت هنري بس حاسس ايوه انا فهمت انت هتقول ايه. تمام. ماشي لسه 1-0 للكابتن بودي. 9 يا باشا. 2013 يا باشا مين كان هداف الدوري الإنجليزي؟ ايه بقى؟ ماشي. 2013 مين مش كان عارف ليه هداف بهنج. الدوري الإنجليزي؟ يعني انا اصل دايما في كام اسم كده يعني لازم انا فاكر بس مش عارف ليه بهنج. 2013 معاك 15 ثانية. اجويرو. إجابة وين خاطئة روني؟ من كابتن ياسر. روني. لويس سواريز. ده السنه اللي خدها في النص. لسه 1-0 للكابتن بودي. ماشي. هات رقم 1. رقم 1 سنة 2010 مين كان هداف الدوري الإنجليزي؟ 2010. طيب نروني بقى شويه يعني. هو روني مش ناوي يجي خالص. لا هو روني إجابة خاطئة. خلاص خالص. اظن إجابة خاطئة. أنت 2010 دي السنة الوحيدة اللي كان فيها اسمين كانوا كارلوس تيفيز وبيرباتوف. لا مستحيل كنت اجيبها بصراحه. ماشي لسه إيه 1-0 الأرقام؟ للكابتن بودي. ايه الارقام؟ عايز اتعادل بس حتى. ايه ما الارقام؟ بنطلعش لفوق ليه؟ عندك 3 و4 و6 و8 و10. 10. حلو 10. ماشي يبقى لسه 2008. ايه ده؟ سنة 2008 مين كان هداف الدوري الإنجليزي؟ 2008. أيوه. احنا بنرجع ورا ليه؟ انا نفسي اطلع بقى قدام. 2008. ها لا ما استنى بس. فان نيستلروي. مجمع دروجبا لا، تقريبا. غلط برضو. هو ايه يا رجاله الناس إيه دي ده؟ فين؟ كان أنيلكا. لا انيلكا مين يا عم؟ ده نركب في تشيلسي. انيلكا مين يا عم؟ حصل. ماشي. 9 حد اختاره. 9 حد اختاره. طيب عندك رقم 8. ماشي رقم 8 هي سنة 2007 مين كان هداف الدوري الإنجليزي؟ 7. أظن بقى دي في المتناول يعني. هي 7 دي بقى يعني 20 ثانية. دي حد في سنة كريستيانو بقى. بسيطة يعني اهي. هو بسيطة اهي. الحمد لله على السلامه. بس اهدى بس. ما صعب قوي. 2-0 لكابتن بودي. وكابتن بودي أنا حاسس إن بيفترض أنا ان هو بنزل في الكرسي. يكسب الفقرة دي. لازم نعدل بقى دماء الوجه. يلا يا كابتن ياسر عندنا 3 و4 و5. 5 فاضي. 5 فاضي. طب 4. ايه ده؟ 4 انا ممكن طب اشيل منك ايه انت 4 يعني 4. ماشي. بس 5 مش فاضية. 6 انا بدأت 5. 6 4 و6. اه طب انا 4. شفت بقى؟ شفت انا قلبي كان حاسس ازاي؟ انا مركز. 4. ماشي سنة 2004. ايوه. لا معلش. ايه ده؟ لا هو رقم 4. رقم 4 سنة 2014 بقى. اختلط عليا الامر بس. سنة 2014. ايوه 2014. روح امانه. شوف مين. ايه وين ايه؟ حلو. اجويرو. سهلة اهي. اخيرا بقى طلعنا اجويرو بقى والرجاله اللي احنا شفناها. نزق السنين شويه بس. 2-1 وكابتن بودي لو جاوب السؤال ده صح يكسب الفقرة.
احنا عايزين محتاجين ندي نسمع كيو. رقم. استنى طيب. عندنا ايه طيب؟ عندنا 3 و6. عندنا 3 تنصحني بايه؟ انزل في الثلاثه يمكن يجيب لك سنه كبيره. شايفني في رقم 3. رقم 3 ودي رقم 3. سنة 2012 مين يعني كان هداف في كسرنا. الدوري الانجليزي؟ 2012 هو انا محتار بين اسمين. دي للاسف سنة فيها اسم قول لي واحد. وانا افكر. لا ما انا معاك، حاسس إن هي بص يعني هو اجويرو في السنه دي كان لامع، بس برضو ايه 10 ثواني. في فان بيرسي خد سنتين ورا بعض كده. ماشي كم منطقي. فاضل قد ايه التايم؟ 3 ثواني. فان بيرسي اجابة صحيحة. كابتن هو بودي كان بيعمل سنه شوية هي دي اللي suspense خدها كده. مرتين ورا بعض. 2012 و2011 صح هو حاجه حظه كده. جاله السؤالين اصلا الحمد لله. يعني انت نعدل بقى ونروق بقى في اخر فقره بقى نخمخ بقى في اخر فقره. الحمد لله. يلا يا الحمد كابتن لله. ياسر فورفان يعني. الحمد لله. سنة 2009 مين كان هداف يا عم ما كان من بدري بقى يا عم. سنة ده كان كام؟ رقم كام ده؟ ده رقم 6. يا ريتني قلت 6 يا اخي من بدري. حاجات 2000 وكام؟ 2000 انا قلت كام؟ انت لخبطتني. انا 2009. لخبطتك ايه؟ انت عندك جدا 2009. 2009 ايوه دي دروجبا. الحمد لله على السلامة. اوكي فقت الحمد لله. متأخر ليه مش عارف. تنتهي تاني فقرة فوز كابتن بودي 3-2 وهنروح لآخر فقرة واحنا متعادلين وكابتن ياسر على المحك للخسارة التانية في البرنامج. انا ليه حاسك مترصد لي؟ انت عارف ان احنا لا، تيم لا، واحد ولا مش لا عارف؟ لا انا بس بنوه للناس عشان تمام الوقت نوه يا اتفرج سيدي يعني. نوه يا سيدي. نروح للفقرة الثالثة. ماشي هنخش على الفقرة اللي بعد كده وهي فقرة الأسئلة. انا هقول لك كل واحد عنده 4 كاتيجوريز هيختار الكاتيجوري بتاعته. عندنا أندية وبطولات وعشوائيات اللي احنا بنلعبها دايما ولعيبة. يا سلام. تمام. كل كاتيجوري فيها هيبقى فيها أربع معلومات. في معلومة فيهم هي المعلومة الغلط انت المفروض تطلعها. كل واحد عنده حاجتين بيلعبهم، واحدة الدبل بتختارها قبل ما تسمع السؤال، والتانية اللي بتتشالنج ان اللي قال الإجابة الغلط يقول الصح بس ما يكونش لاعب دبل. ماشي تمام تمام. واضحة؟ واضحه. يلا كابتن ياسر هو اللي يبدأ. فقرة ابدا انا. اوكي انا هبدا باللاعبين. ابدأ يا باشا باللاعبين. ايه ليه سكت؟ تاهت مني بس ماشي تمام انا خفت يكون حاجه صعبه يعني. تاهت مني. يلا يا باشا. يلا يا باشا. اللعيب اللي عندك هو ديفيد فيا. تمام. ماشي. اول حاجه ديفيد فيا كان هداف يورو 2008 مع المنتخب اسبانيا. ماشي. لعب ديفيد فيا في 5 فرق في الدوري الاسباني. ديفيد فيا فاز بالدوري الاسباني مع برشلونه واتلتيكو مدريد. واخر حاجه اعتزل ديفيد فيا في الدوري الامريكي. محتاج اقسم بالله اعرف الاجابه الغلط والتايم بتاعك بدأ. معاك 50 ثانيه. طب هو ما اعتزلش في الدوري الامريكي. ايوه انا محتاج اسمع الاجابه. لا هي دي الاجابه. دي الاجابه بتاعتك. طيب اجابه صحيحه. شكرا. دي ب3 نقط وانا مش محتاج اوضح. شكرا. شكرا. 3 نقط ومش محتاج اوضح انت المفروض تعمل ايه. بس طب ايه انت هتيجي تلعب؟ انا بقول له هو انا دلوقتي اسال سؤال ياه ينفع اتشالنج؟ ينفع تتشالنج. ماشي بس انا حاسه ممكن يبقى عارفها. نتشالنج نو ريسك نو فان. انت كده محتاج تقول الدوري اللي هو اعتزل فيه. الدوري الياباني. ده روح بقى بودي لان هو برضه اجابه صحيحه. فيسل كوبي ولا دي حقيقه. ماشي ماشي غيره في اليابان. كده كده 3 نقط لكابتن ياسر. يلا بينا. ومحتاج اعرف الكاتيجوري اللي انت هتلعبه يا لاعبين كابتن بودي. يلا. لاعبين. ماشي. انت اللعيب بتاعك اليكسيس سانشيز. ماشي. سانشيز اكتر نادي شارك فيه بشكل اساسي كان نادي ارسنال. تمام. بشكل اساسي مش عامه. اكتر دوري كسبه سانشيز كان الدوري الاسباني. تالت حاجه كسب كاس العالم من غير ما يكسب الشامبيونز ليج. واخر حاجه لعب سانشيز في 9 انديه في كاريره. كسب كاس العالم من غير ما يكسب الشامبيونز ليج. كاس العالم انديه. كاس العالم انديه من غير ما يكسب شامبيونز ليج. واخر حاجه لعب سانشيز في 9 انديه مختلفه في كاريره. هو ليه كام تايم؟
ليك 50 ثانيه لسه فاضل، عدى بينهم 5 ثواني. الاولانيه اكتر نادي شارك فيه بشكل اساسي كان ارسنال. وتاني واحده اكتر دوري كسبه كان الدوري الاسباني. وكسب كاس العالم من غير ما يكسب الشامبيونز، ولعب في 9 انديه مختلفه. معاك 20 ثانيه. كسب كاس العالم من غير ما يكسب الشامبيون. للاسف اجابه خاطئه، بس لسه عندك تاني تقدر تجاوب الاجابه الصح. طخ بقى اي حاجه. طيب مش فارقه بقى سينا من سون. خلينا في الاخيره بقى، بس حاسس ان هو لعب في 9 انديه عادي يعني. طيب يعني تايم، بس انا هسمع منك اجابه اخيره. طيب ناخد الاجابه الثانيه. اجابه صحيحه. هو طب هو مش كان قال الاجابه الاخيره قبل ما لا انا بقول، لا انا لسه هو كان ايوه. ماشي، اجابه صحيحه بنقطتين. ليك حريه الاختيار برضه، عشان ما تقولش ان انا بفكر حد وحد تاني. لا يا باشا انت خليته يجاوب بعد التايم اصلا. انا خليت ايه وخليش ايه. لا يا باشا حبيبنا برضو بودي. ماشي يا باشا، اتفضل يا باشا. يلا اختار. ما تنساش ان انت تلعب الدبل قبل ما تسمع السؤال. ايوه. البطولات. ماشي، البطولة اللي معانا النهاردة لكابتن ياسر هي كاس العالم. جاهز؟ ان شاء الله. ماشي. كاس العالم بقى. البرازيل وايطاليا هما الفرقتين الوحيدين اللي كسبوا كاس العالم مرتين ورا بعض بشكل متتالي. انجلترا هي الفرقة الوحيدة اللي نظمت البطولة على ارضها مرة واحدة وكسبتها. هكان شكور هو اللي عنده الريكورد بتاع اسرع جون في تاريخ نهائيات كاس العالم. ونيجيريا اكتر فريق صعد لكاس العالم من افريقيا. محتاج اسمع الاجابه الغلط. اسرع جول هكان شكور حصل. والبرازيل وايطاليا وانجلترا وهكان شكور ونيجيريا. انا حاسس ان هكان شكور دي مش صح. دي الاجابه بتاعتك. دي الاجابه صح. اجابه خاطئه. اجابتي انا خاطئه. اجابتك خاطئه. مش اللي هي اجابه صحيحه. فاكر برضه يعني اوكي. شكور من تركيا. ماشي، بعد كده اخر اجابه ايه؟ نيجيريا اكتر فريق صعد لكاس العالم من افريقيا. واول واحد ممكن سهله نطخ عليها دي. انا ماشي هطخ على دي. ماشي، اجابه صحيحه. شكرا. الحمد لله. اجابه صحيحه. دي بنقطتين. اوكي. لسه بطولات. ماشي، انت البطولات بتاعتك كاس العالم برضو، بس كاس عالم للانديه. حقك صراحه. يلا بينا. محمد هاني هو تاني اكتر لعيب مشاركه في تاريخ نهائيات كاس العالم. اكتر مدرب فاز بالبطوله هو جوارديولا. مودريتش هو اكتر لعيب كسب البطوله. واخر حاجه كسبت 3 فرق من البرازيل البطوله في التاريخ. محمد هاني تاني اكتر واحد مشاركه، واكتر مدرب فاز بالبطوله جوارديولا، واكتر لعيب فاز بالبطوله لوكا مودريتش، وكسبت 3 فرق من البرازيل البطوله. موقف لا تحسد عليه. فاضل لا اخر واحده بتاعت البرازيل. اجابه خاطئه. خش على اللي بعده. خلينا نقول بتاعه جوارديولا برضه. الاجابه خاطئه. يبقى اللي في النص اللي هي الثالثه. انهي واحده؟ ثالث واحده اللي هي مش بتاعه محمد هاني، بتاعه مودريتش. اجابه صحيحه. ان مودريتش للاسف اكتر لعيب كسب البطوله. اوكي ماشي، دي بنقطه واحده. تمام. لسه بدري عادي. 5-3 فرق 2 بوينتس. جابوا يعني بسهوله. سهله. يلا يا كابتن ياسر، عندك راندوم وعندك انديه. راندوم دبل. يا ساتر يا رب على العشوائيه. ملك العشوائيات. عشوائي جدا. احنا سلوجان البرنامج اصلا ملوك العشوائيه. ازاي ما بتحبش الفقره دي؟ اتفضل يا باشا. يلا يا باشا. جانوا هو اكتر فريق كسب الدوري الايطالي. ايه ده؟ بعد التوب 3
ده عشوائيه من تحت خالص. ما انت اللي اخترت. ماشي. اول نادي لعب فيه كانافارو كان نابولي. باتيستوتا هو الهداف التاريخي لنادي فيورنتينا. وايطاليا هي اكتر دوري اكتر فرقه واكتر دوله نظمت اليورو. ايطاليا اكتر فرقه نظمت اليورو. حصل. عندك جانوا فوق، واول نادي لعب ليه كانافارو كان نابولي، وباتيستوتا هو الهداف التاريخي لنادي فيورنتينا. طيب خد انا هبدا بقى. بتاعت ايطاليا. خد في عشوائيات ايطاليا. هبدا في ايطاليا. اخر واحده خالص. للاسف. انا للاسف إجابة عارف. أنا للاسف عارف الباقي. للاسف اجابه صحيحه. دي انا عندي كانت كده فقرات ب6 نقط. ملوك عندك- العشوائيه. عندك انديه وعندك راندوم. دبل لي راندوم. دبل لك راندوم. ماشي. يلا يا باشا. يلا. بوفون كان في المركز الثاني في البالون دور سنة 2006. اشبيلية معاه 3 دوري اسباني. موراتا هو الهداف التاريخي لاسبانيا في اليورو. وليفربول وتوتنهام اكتر 2 كسبوا اليوروبا ليج من انجلترا يعني. اول 2 ايه؟ اول 2 بوفون. كان في المركز الثاني في البالون دور سنة 2006. سيفيا معاه 3 دوري اسباني. وموراتا هو الهداف بتاع اسبانيا في اليورو. وليفربول وتوتنهام اكتر 2 كسبوا يوروبا ليج من انجلترا. وهتعمل ايه لو نمت يوم خلينا يلا بقى يا هودي بقى. في الاولانيه بتاعت بوفون. اشبيليه. ان شاء الله اشبيليه. اخر كلام. ان شاء الله اشبيليه. مش هسمع كلام تاني بعدين. لا اشبيليه. اجابه صحيحه. حلوه. سيفيا معاها عدم طالما بعيد. مفيش تشالنج يعني معاها دوري اسباني واحد بس. عادة من بعيد. حلو. 11 بس 9 بوفون كان 2006 يعني تاني. انا كنت شاك بينه وبين زيدان. لا، عمال كان هو التاني. افكر لها. لا هو كان التاني فعلا. 11 9 واخر فقره هي اللي هتحسم فرق نقطتين. ياسر محتاج يا اما ما يجيبهاش خالص يا اما يجيبها بنقطه واحده عشان لا بودي صعبه. ياسر لازم هيجيب. يا عمي بقى سيبوا ياسر في حاله. يلا يا باشا. يلا يا باشا. يلا يا باشا. النادي اللي عندك يا كابتن ياسر هو اي سي ميلان. ملعبك اهو. مين عبد الباقي؟ ها عبد الباقي هو برضه. انا شايفك. اكتر لعيب برازيلي لعب مع اي سي ميلان هو ديدا. ماشي. اكتر لعيب لعب في الشامبيونز ليج بعد ميلان بعد مالديني في ميلان هو نيستا. انزاجي هو هداف الشامبيونز ليج مع شيفشينكو. اخر يعني بطوله معلش يعني ايه مع تشيفيتشينكو هداف الشامبيونز ليج عبر التاريخ ولا الميلان؟ في الميلان يعني في الميلان. في تاريخ الميلان. اخر بطوله كسبتها ميلان كانت موسم 2024 2025. التايم بتاعك بدأ. 24 25 24 25. اي سي ميلان. ايوه. لا هي دي الاجابه بتاعتك يعني. اجابه خاطئه. 25 كان ميلان. عندك اعتراض كلم عباية. لا هكلمك انت. لا. انت رجعت الاسئله. انا مش هراجع عبد الباقي انا. طيب ايه بقى تعالي الاختيارات تاني كده. اكتر لعيب برازيلي لعب مع ميلان هو ديدا. ماشي. اكتر لعيب لعب في الشامبيونز ليج بعد مالديني هو نيستا. ديدا. انزاجي هو هداف الشامبيونز ليج مع شيفشينكو. كان في لعيبة وفاضل لك 10 برازيليين ثواني. اظن بتاعت انزاجي وشيفيتشينكو. اجابه خاطئه. كده عادة الحياة الكابتن بودي. فاضل 5 ثواني. طيب يعني اجاوب اخر اجابه. جاوب اخر اجابه. تاني اجابه. اكتر لعيب لعب في الشامبيونز ليج. اجابه صحيحه. زي ما عدينا بعد التايم نعديها بعد التايم. هو انا كده ليا فرصه لو جبت 3 نقط. ليك فرصه تتعادل ركز يا بودي عشان تجاوبها غلط. يلا ان شاء الله ريمونتادا. 12 9. ماشي. يلا يا باشا. النادي بتاعك هو مانشستر يونايتد. عزه هموت في مانشستر. ليه الانبساط ده؟ بتريق بكرهه. طب حلو قوي. يلا. يونايتد هبط للتشامبيونشيب اكتر من مره في تاريخه. فيرون اكتر لعيب ارجنتيني بعد تيفيز لعب ماتشات في تاريخ مانشستر يونايتد.
مانشستر يونايتد هو اول نادي انجليزي يحقق الثلاثيه وكانت سنه 2008. بوبي تشارلتون هو اكتر لعيب لعب ماتشات في تاريخ اليونايتد بعد رايان جيجز. ربنا يعينك بقى، ربنا يعينك. انت اصلا لو جبت الثلاثه انا ممكن اديك والله العظيم ولا عارف ولا واحده. اتفضل يا باشا. تاتا. يلا من الاول تاني. يلا. يونايتد هبط للتشامبيونشيب كذا اكتر مرة. من مره، تمام. ممكن. فيرون اكتر لعيب ارجنتيني لعب ماتشات بعد تيفيز. مانشستر يونايتد اول فريق انجليزي يحقق الثلاثيه وده كان سنه 2008. بوبي تشارلتون هو اكتر لعيب لعب ماتشات في تاريخ اليونايتد بعد رايان جيجز. حاسس ان دي بوبي تشارلتون دي فيها كلام. منكش ها؟ هي وبتاعت منكش. هي وبتاعت الثلاثيه دي. 20 ثانيه. طب ايه، نروح مع الاخيره ولا نروح مع فيرون؟ اجابه خاطئه. راحت فرصه كابتن الحتة. عباقي. طب ايه اللي بعديها؟ انهي ايه واحده اللي صح؟ خليه يكمل الاجابه. كمل هتكمل عادي. عادي؟ كمل. بتاعت اللي هي الثالثه دي كانت ايه؟ الثلاثيه صح. هي دي. ممكن تشالنج على فكره، بس انا مش هعمل كده صح. عادي، ما لو تشالنج مش حسن يبقى حسين، ما هو هيكون مين يعني؟ لا هو اكتر، هو اول نادي بس هو بس ما مش كانش السنه 2008. مش 2008. اصلا بس حاسس فعلا ان الانجليز اكيد برضه حد حفرك قبل 2008 يعني. هم بالتالي برضه بس قبل 2008. ايوه هم. وبعدين الوقت خد الثلاثيه سنه ممكن 99 باين 98 99. هو اول نادي خد الثلاثيه في انجلترا. تنتهي الفقره الثالثه بفوز على فرق نقطه في البرنامج في الراوندات كلها. دخلنا اخر راوند 1-1. كان مباراه عنيفه الحمد وكان لله. فاضل 3 نقط. احييك يا كابتن بودي بودي. يطلع متعادل احييك. بس الحمد كابتن لله. ياسر كسب لا، بفرق كابتن نقطه ياسر واحده. 12 كان 11. مستعد. لا كانت قريبه 12 لا، 11 كان ماتش. يعني طبعا ما فيش مقارنه بكابتن محمد وليد يعني. بلغني تحياته. قولوا ما يجيش خلاص، تاني. مش هقول له حاجه كده خلاص. انا رحت اجيب له حقه وخسرت انا كمان. لا بس- بس انت اديت حلقه الحمد عنه. لله. لا احنا في انتظار كابتن بودي تاني يجي ينورنا لان إن شاء الحلقه الله. كانت حلوه بصراحه. لا انا اتبسطت. شكرا يا كابتن مهند. حبيبي حبيبي. على راسي. عايز تقول حاجه بقى يا على كابتن راسي. لا انا بودي؟ بشكركم فعلا يعني، ربنا يوفقكم. وانتم من بعد الاستوديو الجديد والشغل الجديد بصراحه يعني في شغل كبير حبيبي. باين قوي، وان شاء الله بتمنى لكم التوفيق. كانت الله حلقه يخليك. حلوه وانا اتبسطت جدا وانا معاكم. والله واكيد بشكرك. مهند اتبسط. بشكر كابتن مهند واحمد عادل دولي على فريق الجرس. الاعداد كله. وكابتن والجرس. عبد الباقي في الاعداد. طبعا. والشباب الرايقه اللي الجماهير. نورتنا. الجماهير. الجمهور اللي ما شجعش بجنيه مش عارف يعني. طب حل القرشين. ونحب نشكر كابتن دولي على الجرس. طبعا يعني أهم واحد كابتن حبيبي تمام وصل. كابتن عبد الباقي في الاعداد والشباب اللي نورتنا وما حلتش القرشين بتوع التشجيع. رجاله يعني ضغط النهارده طيب رجاله. اي حاجه. جايب جمهور ساكت ليه يعني؟ انتوا بتعملوا ضغط عليا. جمهور سلبي. النهارده دي كانت حلقتنا مع كابتن بودي، واتمنى ان النهارده مسابقه النهارده تكون عجبتكم. ولو فعلا الحلقه عجبتكم هنستنى اللايك والشير والسبسكرايب على اليوتيوب وعلى الانستجرام وعلى الفيسبوك وعلى التيك توك، وتوزعوا بقى على زمايلكم في السوشيال ميديا. واتمنى ان اي حد يكون عنده تعليق ايجابي يقوله لنا عشان نستفيد بيه ونطور منه، ولو في اي تعليق سلبي برضه يقوله لنا علشان نعرف نعدل فيه. ما يقولوش لا انا هقول اعاده التعليقات السلبيه واحنا هنغير ونحسن عشان نرضي كل الناس ان شاء الله. وشكرا.